يا جندنا المرابطين في ثغر الجنوب وفي كل الثغور، يا جندنا في الشام واليمن يا أيها الأبرار، يا من نفضتم عن عزائمنا الغبار، يا من غرستم في فؤاد الفرس رمحا سوف يسقيه المنون بإذن من أنزل نون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إنها البيعة مع الله، لا يبقى معها للمؤمن شيء في نفسه ولا ماله يمسكه دون الله وجهاد في سبيله، والثمن الجنة، وهو ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل الله ومنه ووعده الذي كتبه على نفسه. ومن أوفى بعهده من الله فاصدقوا الله وأحسنوا النية ولا تعجبوا بكثرة أو قوة، واحذروا المعصية واستحضروا ما أعده الله لمن جاهد في سبيله من نصر وأجر وغنيمة أو شهادة وكرامة. لن تمس النار عينا باتت تحرس في سبيل الله، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في جوف عبد أبدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. صرخ بها حرام بن ملحان رضي الله عنه فرحا، والدم ناضح على وجهه والرمح غرز في ظهره، وخرج من صدره فزت ورب الكعبة سحرها يفعل بالألباب فعل البابلية. أي جندنا الأخيار حرصا على الموت توهب لكم الحياة. فاز ابن ملحان وأنتم شبله، والأسد يتبع شبلها رئبالها. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. تضيق الأرض في نظر الحبارى ويأبى أن تضيق به العقاب، والنية النية، فصاحب النقب سعد ليس يعرفه، والله يعلم من للجيش قد نقبه.